تفضل فاضل طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. كلية حمل الزراعية تخرج 410 طالبا بدرجة البكالوريوس والدبلوم. الاتحاد الوطني لشباب وطلبة الاريتريا بالاوسط يبذل جهود حثيثة لتأهيل الشباب. مدرسة أسمرة للموسيقى تخرج 20 دارسا. الولايات المتحدة الأمريكية ستسلم أوكرانيا قنابل عنقودية. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات. اليابان ستشرع في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. خرجت كلية حمل المواد الزراعية اليوم 8 من يوليو في دورتها 16 410 طالبا بينهم 216 طالبة بدرجة البكالوريوس والدبلوم. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المدير الإداري لمؤسسات التعليم العالي والأبحاث الدكتور هيلة محسون هنأ فيها الخريجين والأساتذة، حيث حضر مراسم التخرج كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة يتقدمهم وزير الزراعة السيد رفاين برهي وممثلي مكتب الأمم المتحدة في إريتريا. وذكر عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ أرأيا بأن قطاع الزراعة يعد العمود الفقري ومصدر الحياة المعيشية لغالبية المواطنين، مشيرا إلى أن خريجي الكلية يسهمون بفعالية في مختلف المؤسسات الحكومية خاصة في الأبحاث الزراعية المتعددة وتعزيز الثروات الطبيعية. وعرب وزير الزراعة السيد رفاين برهي عن تهنئته للخريجين الذين يجنون ثمار جهودهم، مذكرا إياهم بأن هذه المناسبة ليست النهاية بل هي البداية لمسيرة جديدة. وذكر أن الغذاء الآمن يعني إنتاج الغذاء الخالي من الكيميائيات، موضحا بأن إريتريا بذلت مساعي حثيثة منذ 2.5 عام لضمان الغذاء الآمن للإنسان والحيوان بإنتاج وتوزيع السماد الطبيعية ومبيدات الآفات والأمراض. وتعهدت ممثلة الخريجين لتسخير معارفهم ومقدراتهم في خدمة الشعب والحكومة للجهود التي بذلوها لبلوغهم إلى هذا المستوى. الجدير بالذكر أن كلية حمل المواد الزراعية خرجت منذ تأسيسها 5883 طالبا وطالبة، وتدرس الكلية 5 مجالات بدرجة الدبلوم و7 بدرجة البكالوريوس، من ضمنها إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني وصحة النباتات والبسنة والعلوم البيطرية وعلم البيئة والأراضي وتكنولوجيا الأغذية. أشاد فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم الأوسط في الاجتماع التقييمي النصف السنوي بأنه يسعى جاهدا لتنشئة شباب المعرفة المهنية. وأوضح مسؤول الفرع السيد سامسون كفلي في مناسبة التخرج التي حضرها ممثلي 16 مديرية بالإقليم الأوسط بأنهم يعملون بجدية لتفعيل برامج التأهيل، لأن الشباب المتسلح بالمعرفة المهنية يلعب دورا كبيرا في إنجاح البرامج التنموية بالبلاد. ومن جهتهم أوضح ممثلو المديريات في تقاريرهم المقدمة الدورات المهنية ومسابقات بويا للمعلومات العامة وتقوية التنظيمات والأنشطة التنموية المنجزة ومشاركة الشباب في الاحتفالات الوطنية. وذكر مسؤول الشؤون السياسية في الفرع الشاب روبيل كبدي أن الدورات التدريبية المنظمة بالتعاون بين قسم المشاريع بالمكتب المركزي وشركاء التنمية قدمت ل 141 شابا بينهم 124 شابة. وقد تراوحت مدة تقديمها ما بين شهر و3 أشهر، وتمثلت في صيانة مضخات المياه وتصفيف الشعر وتقانة الحاسوب وتربية النحل والدواجن والتصوير الثابت والمتحرك والإلكترونيات. كما أشار إلى تأهيل 3606 طالبا بينهم 2184 طالبة خلال 6 أشهر مضت، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. وقدم رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين في الاجتماع توصيات وموجهات بناءة انطلاقا من محتوى التقرير المقدم. وحضر اللقاء المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولى برهان ورئيس المجلس الشعبي السيد أبراهام سماري وغيرهم من مسؤولي الأقسام والجبهة بالإقليم. خرجت مدرسة أسمرة للموسيقى في 8 من يوليو بقاع السينما معسكر دندن 20 دارسا بمستوى الشهادة، وذلك بعد دراسة امتدت ل3 سنوات. وقال مدير المدرسة السيد إلياس ولد جابرييل أن الدراسة اشتملت على دراسة مبادئ الموسيقى من حيث التنسيق والخلفية وتقانة الموسيقى والعزف المشترك على الآلات الموسيقية التراثية، وكذلك كيفية التعرف والاستماع للأصوات الموسيقية.
وذكر أن المدرسة إضافة إلى الدراسة المنتظمة التي تقدمها في داخل المدرسة قامت بتدريس أعضاء فرقة المارشات العسكرية الوطنية في حزحز لفترة 2.5 عام، وقد تركزت الدراسة على تأليف الموسيقى وقيادة الأوركسترا، مشيرا إلى أن كافة الدارسين اكتسبوا المعرفة الموسيقية لتطوير أدائهم مستقبلا في هذا المجال، خاصة في الدفع بالثقافة الوطنية. وقال المدير العام لقسم التعليم والتأهيل الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم أن المعرفة المكتسبة هي جزء من مجالات الأدب الواسعة، مشيرا إلى دورها الكبير في تثقيف وتوعية الجماهير. وتعهد ممثل الخريجين بتقديم كل ما يطلب منهم، مستفيدين من المعرفة النظرية والتطبيقية المكتسبة وتسخيرها أيضا في إخراج الاحتفالات الوطنية بحفاوة كبيرة، فضلا عن تعزيز ثقافتنا وقيمنا الوطنية. وفي الختام وزعت الجوائز على الطلاب المتفوقين. هذا وتخرج مدرسة أسمرة للموسيقى هذا العام للمرة 21 منذ تأسيسها. تبرع موظف الحكومة ب 193 كيس دم بهدف إثراء خدمات نقل الدم، وبموجب ذلك تبرع أعضاء أقسام ميكا 74 بعشا قلقل ب 113 كيس دم، وأقسام ميكا 74 بتراكسي ب 60 كيس دم، وطلاب مدرسة نقفة للعلوم الاجتماعية الدفعة 21 و24 المنضوين في مجموعة قرصة ب 20 كيس دم. وقال منسق مدرسة نقفة للعلوم الاجتماعية الدفعة 21 و24 الأستاذ قبر تنسائي باريا قابر أن التبرع بالدم هو جزء من الأنشطة المنتظمة للكوادر، ورغم أنهم كانوا يتبرعون في السابق على مستوى الأفراد إلا أنهم يتبرعون هذه المرة على مستوى المجموعات للمرة الثانية. وقال المشاركون بأن التبرع بالدم ليس فقط لإنقاذ الحياة التي لا تعوض، بل هو أيضا فرصة للتعرف على أوضاعنا الصحية بالإضافة إلى فوائده الكثيرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة قرارها بتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في خطوة لقيت انتقادا من منظمات دولية. وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان صعبا للغاية في وقت تعاني قوات كييف التقدم ميدانيا بهجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها. وأكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة لن تستخدم ضد المدنيين. ولقي القرار الأمريكي انتقادات دولية، وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا. هذا وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شويغو تفقد قوات وأشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثا مؤلفة من جنود متعاقدين. وقالت وزارة الدفاع اليوم السبت أن وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقب اجتماعه بنظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران أنهما اتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وفتح السفارتين. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن العلاقات بين البلدين تسير في المسار الصحيح، وتم الاتفاق على إلقاء التأشيرات السياسية كخطوة أولى بعد ذلك لإلقاء التأشيرات الطبيعية، مشيرا إلى إجراء محادثات سياسية جيدة على مستوى كبار المسؤولين من كلا الجانبين، ومؤكدا على مواصلتها في المستقبل. والتقى عبد اللهيان بنظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير التعاون المتبادل إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. أعلنت اليابان عن إزالة آخر عقبة كانت تقف في وجه خطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، في وقت قالت الصين أنها ستحظر استيراد مواد غذائية من عدد من المناطق اليابانية لهذا السبب. في غضون ذلك أكدت سيول أن الخطة اليابانية لتصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط سيكون لها تأثير لا يذكر على كوريا الجنوبية في محاولة لتهدئة قلق السكان المتنامي. وأثار الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من الذعر بسبب مخاوف من أن تتسبب تلك المياه بتلوث المحيط والملح المستخرج من البحر.
وتقوم خطة طوكيو على التخلص من حوالي 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا بإلقائها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها. وكانت المحطة قد أصيبت بأضرار جسيمة إثر زلزال عنيف تلاه السونامي سبب حادثا نوويا في 11 من مارس 2011، إلا أن الخطة قوبلت بمعارضة محلية وإقليمية. في الخبر الأخير، تتواصل في جنيف أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة، وتبحث القمة التعاون بين الإنسان والروبوت في مختلف الأنشطة والمجالات، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات الأكثر إلحاحا على كوكب الأرض. وعقد على هامش القمة أول مؤتمر صحفي على الإطلاق يجمع الروبوتات والبشر. وقالت الروبوتات التي عرضت في المنتدى أنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم. وفي المقابل أعطت ردودا متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليها الخضوع لقوانين أكثر صرامة. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. كلية حمل مال الزراعية تخرج 410 طالبا بدرجة البكالوريوس والدبلوم. الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالأوسط يبذل جهود حثيثة لتأهيل الشباب. مدرسة أسمرة للموسيقى تخرج 20 دارسا. الولايات المتحدة الأمريكية ستسلم أوكرانيا قنابل عنقودية. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات بينهما. واليابان ستشرع في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم